أكيد في يوم من الأيام شفت الساحر اللي بيقدر يخفي قطعة النقود أو ورقة الكوتشينة من غير ما حد ياخد باله أو ينتبه، واللي كل اللي بيقدر يعمله الساحر إنه بيتلاعب بانتباهك من غير ما تشعر وبس. وهو ده السحر، مش أكتر من إنه إزاي تتلاعب بانتباه الناس من غير ما يحسوا، مش أكتر من إنه بيستغل حدود انتباهنا والنقطة العامية الموجودة عندنا كلنا، مش أكتر من إنه دراسة حدود العقل واستغلال حدود الضعف فينا. فقطعة المعدن ما اختفتش بجد، لكن انتباهك أنت اللي كان في مكان تاني وقت ما أخفاها الساحر. وهو ده اللي مواقع التواصل الاجتماعي بتعمله بالظبط. فالمواقع دي اتصممت في الأساس عشان تسلب تفكيرك وتستغل نقاط الضعف فيك. فالمواقع دي بتعمل اللي بيعمله الساحر بالظبط، من التلاعب بيك عن طريق دراسة حدود انتباهك. فلو عرف الناس مواطن ضعفهم فمستحيل ينجح السحر أبدا. وهو ده السبيل الوحيد لقطع الطريق عن الساحر والمواقع دي، إنك تبقى عارف المواقع دي بتشتغل إزاي. صمموا البرامج والمواقع دي عشان يطبقوها على 2 مليار إنسان، فدرسوا البشر كويس وبعدها صمموا المواقع دي. تكنولوجيا قامت في الأساس على فكرة إشغال العقل البشري وسرقة انتباهه بكل الطرق المباحة. وإزاي بيحسسوك إنك بتختار وفي نفس الوقت بيوصلوك للي هم عايزينه، زي فكرة الحمامة اللي في القفص اللي بيدربوها على أداء فعل معين عشان تحصل على الأكل والمكافأة. فكانوا كل مرة يقلبوها تنام على ظهرها وبعد كده يحطوا لها الأكل. وبعد فترة وصلت الحمامة لأنها كل ما بتحتاج تاكل تنام على ظهرها فيحطوا لها الأكل، والحمامة طول الوقت متخيلة إنها بتختار لنفسها اللي بتعمله، والحقيقة غير كده. مواقع قايمة في الأساس على إقناعك إنك بتختار، والحقيقة إنك مش بتختار. لا بتختار اللي بيتعرض لك، ولا بتختار اللي بتشوفه، ولا بتختار اللي بتسمعه. عملوا كل حاجة عشان بس يصمموا تكنولوجيا قادرة على تغيير سلوكك حتى من غير ما تحس إن أي حاجة اتغيرت فيك. مئات الحيل النفسية اللي اكتشفوها عشان يتلاعبوا بيك ويخلوك تشوف وتعمل اللي هم عايزينه بس. وكأن المنصات دي بتملك شفرة التأثير على الناس والتحكم فيها. وتعالى أقولك إزاي ده بيحصل بالتفصيل. كل إنسان في العالم ليه ملف معلوماتي تفصيلي كامل عنه عند الشركات دي. هو مش بس يعرف عنك نوعك واسمك وسنك زي ما انت متصور، ملف أعمق بكتير بيبين إزاي شخصيتك بالتفصيل بتشتغل وإيه هي الطريقة المثلى لإقناعك. يعرف عن مشاعرك ويستنتجها أكتر من نفسك. يعرف إمتى تكون متفائل وإمتى تكون متشائم، وعشرات الخصائص النفسية التانية اللي انت ما تعرفهاش عن نفسك عشان يكون استهدافك محدد. عشان لما تحب شركة من الشركات دي أو حتى سياسي من السياسيين إقناعك بأمر من الأمور، فبسهولة يدفع الأموال للشركات دي، فتبدأ تراسلك بالرسائل اللي تناسبك بناء على معرفتها النفسية بيك. شركات بتراقب أفكار ومشاعر 2 مليار إنسان، وهي دي بقى اللي بيسموها رأسمالية المراقبة. وعشان كده نجاح الشركات والمواقع دي بيتقاس بس بمدى انشغالك بيها، بيتقاس بكمية الدقايق والساعات اللي عينيك بتظل متعلقين بتليفونك. فكل ما بصيت أكتر شفت إعلانات أكتر. ففي اللحظة اللي انت عمال فيها تسكرول لصفحات الفيس بتاعتك، على الناحية التانية في عشرات المهندسين اللي بيبحثوا صبح وليل عن طرق جديدة يخلوا بيها عينيك ما تفارقش تليفونك. محاولة تشتيت عقول 2 مليار إنسان. والشركات دي بتدفع لأي حد يملك آلية يسرق بيها وقتك وانتباهك وتركيزك. وكتير من المصممين والمهندسين دول بيقضوا أوقاتهم بعيد عن المواقع دي أصلا، وبيمنعوا أطفالهم من استخدام المواقع والهواتف اللي بيصمموها بنفسهم. بل كتير منهم بيبعت أولاده المدارس مونتيسوري، ودي مدارس خالية تماما من تطبيقات التكنولوجيا كلها، بتعتمد على تنمية المهارات الحسية للطفل عن طريق التدريب بالألعاب. وطبعا هدف الشركات والمواقع دي من سرقة انتباهك هو الربح وبس. لاري بيج واحد من مؤسسي شركة جوجل وتبلغ ثروته 102 مليار دولار، وثروة زميله سيرج براين تبلغ 69 مليار دولار. أما زميلهم إريك شميد فتبلغ ثروته 20 مليار دولار. وتكاد ثروة الرجالة الثلاثة دول مجتمعة إنها تعادل مجموع ما يملكه شخصيا أهل دولة الكويت من عقارات وثروات في بنوك. وطبعا ده ملوش علاقة وبخلاف ثروة شركة جوجل نفسها واللي بلغت وتجاوزت تريليون دولار. فقيمة شركة جوجل بتعادل كل ما في المكسيك وأندونيسيا من ثروات، انت متخيل؟ وطبيعي لما تيجي تتكلم مع شركة من الشركات دي عن تقليل تشويش انتباه الناس كأنك بتطالب شركة من شركات تنقيب البترول إنها توقف تنقيب. فتحولت مهمة التكنولوجيا من إنها ترفع الناس وتعظم فيهم بشريتهم لأداة بتسرق حياة الناس وبتبعدهم عنها في كل لحظة. وزي ما وضحنا إن كل واحد مننا عند الشركات دي ليه ملف كامل، فلو كتبت رسالة لزوجتك بتستفسر فيها عن نوع الحفاظات اللي ابنك بيلبسها، هنا هيعرف البرنامج اللي بتراسلها عليه إن عندك ابن صغير، وهيبدأ من اللحظة دي مباشرة يوجه ليك الرسائل المتعلقة بالأطفال والمنتجات والإعلانات المتعلقة بالأطفال، ومش حفاظات وبس لكن كل ما يخص الأطفال. وخلينا نشبه الموضوع بأن كل واحد مننا ليه على سيرفرات الشركات دي دمية مجهولة الملامح، وأن كل حركة ليك على الإنترنت بتخليهم يجمعوا عنك معلومات أكتر، ويوم بعد يوم بتوضح الدمية أكتر ليهم،
وبتترسم ملامحها بعد ما كانت مجهولة الملامح وغامضة، كل تفصيلة من تفاصيل حياتك، وكل يوم بتصبح الدمية شبهك أكتر. تدخل على اليوتيوب فينكشف منك جزء ليهم عن طريق إنهم يعرضوا عليك مئات الألوف من الفيديوهات في شتى المجالات، ويشوفوك هتتفاعل مع أي نوع منها. فكل ما قلت تواصلك ووجودك وارتباطك بالبرامج دي، كل ما كنت أكثر غموض بالنسبة ليهم. خوارزمات الشركات دي صارت عجيبة ومخيفة وبتتطور بشكل رهيب، لدرجة إنها عندها القدرة إنها تتنبأ بسلوكك قبل ما تعمله، حاجة كده زي السحر. هو أنت ما فكرتش للحظة ليه خرائط جوجل مجانية؟ عشان يقدروا يعرفوا عنك تفاصيل حركتك اليومية واهتماماتك، وعشان معلوماتهم عنك ما تقتصرش على اللي بتخش تبحث عنه بس، لكن تشمل اللي بتروح له كمان. ودي بقى اسمها رأسمالية المراقبة اللي قلنا عليها. تخيل كده ان اكون قادر على توقع كل اللي انت هتعمله، فبكل تأكيد هزيمتك هتكون امر غاية في السهولة. كنت زمان من سذاجتي بظن ان البوستات اللي بتظهر لي على الفيس بتاعي بتظهر لي وفق التسلسل نشرها من اصدقائي وصحابي، لكن مع الوقت عرفت ان اللي بنشوفه بينتقى لينا وفقا لخوارزمية مصممة خصيصا لكل واحد فينا. خوارزميات مصممة عشان توريك اللي عايزاك تشوفه بس. فلو مسكت الفيس بتاعي مثلا هتلاقيه مختلف تماما عن الفيس بتاعك. الخلاصة ان كل اللي بيظهر لك على الفيس مفلتر ومتنقي ليك على الفرازة، برامج مصممة عشان تخلينا جعانين لايكات وقلوب حمراء. فالمواقع دي لا يهمها نشر الحقيقة ولا يهمها صحتك النفسية ولا تركيزك. فمن دلوقتي لازم تقرر وتدور على وسيلة للسيطرة على نفسك في استخدام التطبيقات دي. اقرأ كل كتاب بيتكلم في الموضوع ده، اقرأ مصيدة التشتت أو تركيزنا المسلوب، ففك نفسك شوية من التطبيقات والبرامج دي. الخلاصة ان وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بحيث تستولى على انتباهك وتركيزك، وبعد كده تبيعه للي يدفع اكتر. وما ينفعش نتكلم عن التشتت الا لما نذكر الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له.